السلام عليكم. اليوم غادي نهضروا على واحد الموضوع اللي دار ضجه كبيره. مدرب مصر شنو قال على المغرب، ومن بعد المفاجاه الكبيره سبيد جا الجزائر. كيفاش كان رد المغاربه على الهضره ديال المدرب المصري، وكيفاش كان الترحيب ديال الجزائريين المجيء ديال سبيد. غادي تشوفوا معايا كلشي في هذا الفيديو بلا ما نطول عليكم. يلا نبداو. سلام، معكم سايكو ستوري. لو كنتو اول مره تشوفوا المحتوى نتاعي ما تنساوش ديروا لايك والاشتراك في القناه باش يوصلكم كل جديد. المدرب المصري خرج بواحد التصريحات كيهضر على المغرب بواحد الانتقادات اللي سيئه، كيقول بلي انه كاين ناموس في الاوتيلات ديال اكادير. واش كاين شي ناموس في شهر واحد؟ وكيقول بلي انه التنظيم كان زيرو في المغرب. ولكن الصحافه المغاربه ما خلاوش هادشي يفوت بسلام، وعطاو واحد السؤال اللي كان واجهه وما قدرش يجاوب عليه. شوفوا معايا الفيديو. انك علقت شماعه الفشل ديالكم على اشياء خارج منظومه كره القدم، توجهتم الى التنظيم، توجهتم الى اشياء لا تمت لا بصله الى كره القدم. انتم قامه في اكادير تحدثتم على الاوتيل في جا لم يكن في المستوى. اعتقد يجب ان تقول الحقيقه للشعب المصري، وكنت ضعيفا فنيا، فشلت في ان تصل. هنا هاد الصحفي المغربي بين له بلي انه انت عطيت واحد المبررات ديال الاقصاء ديالك على المغرب، وقلت بلي ان حنا هما السبب ديال الاقصاء ديالك بلاص ما تعالج المشكلات الكرويه ديالك. ولكن ماشي غير المغاربه اللي انتقدوه، حتى بعض المصريين ما عجبهمش الحال على التصريحات ديال المدرب ديالهم. عايز اسال حضراتكم سؤال بهدوء. يجي مدرب من المنتخبات يقول انه لا اي كلام، القطارات زي الزفت، كنا في اوتيل بانسيون كلها ناموس. انت هتقول ايه كمصري؟ هتقول ايه؟ مش مقدرين حجم الغضب اللي جه في الاعلام المغربي. خدت الجزء الاخير من كلام الصحفي المغربي بس ما سمعوش كلامه الاولاني. انت قلت علينا كذا وكذا وكذا، للمجهود اللي عمله كل المغاربه. اسأت لمنشاتنا، انت اسأت لدورتنا. هنا كنشوفوا المصريين حتى هما ما عجبهمش الحال ولا من المدرب، وبطبيعه الحال المغاربه ما سكتوش على حقهم، ما عجبهمش الحال على التصريحات ديالو، وهنا بداو كيشجعوا نيجيريا. ولكن السيد المدرب ما عجبوش الحال عاوتاني، وقال لك علاش المغرب وحنا افارقه كاملين غادي يشجعوا نيجيريا. مش عارف اقول يعني احنا بس في دول عربيه افريقيا. انا مش هتكلم على الاستاد كله كان عامل ازاي، ولا كان في دماغي وقلت اللعيبه بتاعتي ولا عارفين حاجه ولا عارفين حاجه. بالعكس احنا كنا سعداء ان مصر قويه. مصر ام العرب بالتاريخ، مفيش حد تاريخ زينا، مفيش حد ليه بطولات زينا بالقوه على العالم كله. مصر اقوى من اي حد. مصر أقوى من أي حد. ولكن واخا هكاك المغاربه ما عجبهمش الحال وناضوا ينتقدوه مره اخرى، وحتى المصريين ناضوا ينتقدوه وقالوا له كيفاش نتايا كتأذي المغاربه بالتصريحات ديالك وكتحاول تشوه السمعه ديالنا، وبغيتنا نشجعوك. بس حسام يعني ولع الدنيا اكتر. ما تربناش ان احنا نعلق فشلنا على ان احنا انت يعني شخص فشلت في الماتش. فندق رائع بكل ما تحمله الكلمه، فندق اصلا من سلسله فنادق عالميه، سلسله بارسل موجوده في العالم كله. خسرت، قول انا خسرت لاني انا لعبت بخطه، ما هاجمتش، ان انا قفلت اللعب. من بعد السيد وقيله تنادم مع الحال وبدا كيقول لهم باللي ان حنايا شجعناكم في قطر ملي وصلتوا للنصف النهائي. لا تعليق، كل واحد ليه حر ان هو يشجع. احنا كنا في المنتخب المضيف، احنا كنا في كاس العالم، كنا بنشجع المنتخب المضيف في هذا البلد. انا واحد من الناس كنت في قطر، فتره كبيره جدا وما زلت. انا ليا صداقه مع المدير الفني لمنتخب البلد في البطوله، علاقه قويه جدا واحترام. وقال بلي انه كل واحد حر في راسو يشجع اللي بغى، ولكن هذا الشيء علاش ما قالوش من الاول؟ ولا شدوا واحد الفيديو اللي غفله كيقول بلي حنايا 50 عام ما ديناش شي بطوله. 50 سنه ما خدتوش بطوله، 50 سنه ما خدتوش بطوله.
ولكن هو نسب لأنه 100 عام ما كان حتى شي انتصار في كأس العالم، لدرجة أن الهضرة ديالو الافتخار ديالو بأنه دا 7 البطولات وصلت حتى المدرب النيجيري وعلق عليه بهاد الصورة. وهنايا غادي نشوفوا هادشي ماشي غير عند المصريين، صدق حتى عند السنغال، ودار واحد التصريح بلي انه كان التنظيم ماشي زين في المغرب وكان عندهم الامن زيرو. ولكن شوفوا المنتخب ديالهم ملي كان غادي، شوفوا شحال من سياره ديال الامن وشحال من سياره ديال الاسعاف والمخابرات اللي كانوا موراهم، وحتى المدرب ديالهم صرح بهذا الشيء. وهذا الشيء بطبيعه الحال غير حسد، والمغرب تبارك الله كان التنظيم مزيان وكل شيء مزيان، والمنتخب ديالنا تبارك الله كان مزيان، وان شاء الله بهذا الهضره ان شاء الله ونديو الكاس. وهنا غادي نمشيو لسبيد اللي مشى للجزائر، وشنو الفضيحه اللي وقعت تما. من بعد ما سبيد مشى للجزائر وبقاو تابعينو الجزائريين في كل مكان، نقدروا نقولوا بلي الامور لحد الان كانت مليحه. ولكن النهار اللي مشى للتيران ديال المولوديه ناضوا الجمهور ديالهم كيضربوهم بالقراعي. They threw like 50 waters at me. They love you. No, they don't. They don't like being filmed. That's all. But they love you. Yo, man, a football match. Come, we're gonna go sit. وناض هنا سبيد قال لهم بلي انهم ما يبغيونيش وما باغيينش بلي نبقى هنايا، يلا نخرجوا. هنا يخرج من التيران وطلع في بلاصه اللي كان فيها الجمهور، وناضوا بقاو كيضربوا بالقراعي مره اخرى عاوتاني. وهنا قال لهم بلي ما باغيينش، وهنا غادي يقطع اللايف لاول مره. وهنايا غادي يجي المغرب وغادي يحضر الفينال اللي غادي يكون ما بين السنغال والمغرب، وان شاء الله يكون الفوز من نصيب المغرب. وبالنسبه اللي انتقدوا المغرب، رئيس الاتحاد الافريقي لكره القدم شكر المغرب وشكر فوزي القجع على هذا التنظيم، قال بلي انه احسن تنظيم داز في التاريخ ديال افريقيا. واصلا قال فوزي القجع بلي انه كان هو متحكم في هادشي ديال الحكام، كل المغرب كل مره كيفوز بكاس افريقيا. وغادي نخليكم مع الفيديو. لو كان عندي لأتدخل في تعيين حكام المنتخبات الوطنية لفاز المنتخب المغربي بكأس أفريقيا. أخي احنا المنتخب المغربي لم يفوز بكأس أفريقيا منذ 1976، كان عمري 6 سنوات. كان هذا هو الفيديو، نتمنى يعجبكم، ما تنسوش ديروا لايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد، ونتمناو الفوز للمنتخب المغربي. يعرف الناس مع من حشرنا الله في الجوار. كنا نريد أن يعرف الناس الحقيقية لمن هم يسكنوننا ويجاوروننا. الحمد سبحانه وتعالى فقد انكشف الغطاء.